علاش المغربي والجزائري والتونسي مطلوبين انهم يخدموا هنا في فرنسا؟ اول حاجه قلت لكم بان فرنسا عندهم واحد القطاعات وواحد المجالات اللي عندهم فيهم خصاص، وهذا الشيء ماشي انا اللي كنقوله، وانما الحكومه الفرنسيه دايره واحد اللائحه وكتقول لك هما هاد القطاعات هادو راه عندنا فيهم خصاص ما لاقينش اليد العامله. تقول لي واخا هذا الشيء كامل فهمناه، ولكن علاش بالضبط كيبغيو الجزائريين والمغاربه والتوانسه؟ علاش ما يجيبش البلغاري ويجيب الروماني ويجيب البولندي ويجيب الصربي وهاد المسائل هذه كامله؟ سهله سهله، هي اللغه. حنا عندنا افونتاج ديال اللغه، سواء المغرب الجزائر تونس او باقي الدول الاوروبيه كلهم عندهم يد العامله، كلهم عندهم تقنيين، كلهم عندهم سربايه، كلهم عندهم كوازنه، كلهم عندهم هاد الناس هادو اللي كيخدموا في هاد المجالات. حنا كنتميزوا عندنا واحد لافونتاج زايد وهي ديك اللغه. دونك فاش كيكون الغياب ديال اللغه يعني داك لافونتاج ما كاينش، راك ما غاتجيش لفرنسا. فهمتي فين كاين المشكل؟ يعني انت جالس ليا في المغرب وكتبقى تخلي ليا كومونتير كتقول لي خويا انا راني حرايفي وانا معلم، راه كاينين حريفيه واحد اخرين في العالم. دونك انت عندك واحد لافونتاج ما خاصكش تحرقه، عندك واحد الاسبقيه ما خاصكش تحرقها وهي اللغه. الا كانت عندك اللغه راك غادي تجي طاير، وانا كنقولها بناء على التجربه وبناء على ناس اللي خدمت معاهم وشفتهم بانهم تقبلوا بالزربه بالزربه. داك الشيء شوف ما كاين لا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين، تنقول لك ما بين 3 شهور 4 شهور 5 شهور الناس لقاو عقود ديال العمل. ولكن الناس اللي هما تيتمكنوا من اللغه، الناس اللي كيقدوا انه يكومونيكي ويقول لك ها هو المجال ديالي وكيشرح لك وكيعطيك كاع التفاصيل فيه. دونك كنظن بان الفكره واضحه. باش انك تقدر تجي تشتغل في فرنسا اهم شرط واهم حاجه خاصها تكون عندك وهي اللغه.